عاجل. غريزمان يخرج بتصريح أسطوري على المنتخب المغربي. أكد أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا أن المنتخب المغربي قدم مباراة قوية بالرغم من الفوز عليه ب2-0 في نصف نهائي كأس العالم. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: نحن سعداء ونشعر بالفخر بعد أن تمكنا من العبور إلى المباراة النهائية، وهي للمرة الثانية على التوالي بعد أن كانت السابقة قبل 4 سنوات في النسخة التي أقيمت في روسيا وتوجنا بها. وقال مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني: علينا أن نواصل التركيز لأقصى درجة وهو السبيل لملامسة هدفنا. وتبع غريزمان الذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة: المنتخب المغربي قدم مباراة قوية، ولكن الشجاعة التي تحلى بها الجميع والرغبة في الفوز أبقت التقدم لصالحنا حتى صافرة النهاية. وبلا شك نحن واثقون من قدرتنا على المواصلة على نفس المنوال وصناعة التاريخ بالوصول إلى اللقب للنسخة المونديالية الثانية على التوالي. وأضاف مهاجم برشلونة السابق: كان يتوجب علينا أن نقاتل كي نحقق الفوز، وهذا ما حدث اليوم، وقد نجحنا بذلك، وسعينا كي لا نتعرض لهدف مبكر وحافظنا على الهدوء. والآن سنواجه الأرجنتين ونملك القدرة على تحقيق هدفنا وإسعاد الجماهير الفرنسية في كل مكان. وأوضح غريزمان: المنتخب المغربي أبهرني، وقد عرفنا كيف نتعامل مع الضغوط التي أوجدها خلال أحداث المباراة، وساعدنا الهدف المبكر في ذلك. ولا بد من أن نشيد بأداء المنتخب المغربي الذي قدم مستوى كبير سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية. وكذلك نحن نخوض بطولة رائعة وهدفنا هو اللقب رغم صعوبته. سعيد لأنني هنا وهذا ليس سهلا. المستوى مرتفع وبلوغ النهائي يعد أمرا رائعا. وأعرب